السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض صينية السمك بالخضار اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وكانت طالعة تحفة تحفة تحفة، والطعم من غير حلفان كان فوق الروعة. يعني الخضار اللي عليها ده يمكن احنا كلناه كمان قبل السمك من كتر حلاوته وجماله. طبعا شوية الصوص الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول كده يترشوا على السمك، حاجة عسل قوي. وجنبها بقى شوية رز احمر كده، كانت وجبة بصراحة فوق الروعة. فان شاء الله تابعوا كده الفيديو للاخر ونعرف كل التفاصيل بتاع صينية السمك دي وطلعت بالحلاوة دي كده ازاي. فهنقول كده مع بعض بسم الله. انا معايا كده 5 سمكات، وهعمل ليهم الاول الدقة بتاعتهم. حبة توم كده حلوين، مع قرن فلفل واحد بس اخضر، وقرنين من الفلفل الاحمر الحامي، وده طبعا كانوا حبة فلفل كده احمر بس اللي هو الالوان، بس عشان يعملوا لي بس اللون. وهحط عليهم كده حبة من الملح، وهروح ضرباهم. طلعوا طبعا ما شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت لهم بقى بهارات سمك وشوية كزبرة وشوية كمون، وطبعا شوية من الخل، وليمونة كاملة كده. ما شاء الله يعني طلعت لي كده شوية دقة بتوع سمك حلوين قوي 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 ما شاء الله، ولونهم الاحمر الجميل ده. هنمسك بقى كل سمكية كده وهروح شقاها كده من على الجنب، عشان احنا برضو عايزين التتبيلة تدخل في قلب السمكة، والسمكة تشرب منها كده من جوه ومن بره، تبقى حلوة كده ما شاء الله بالشكل ده كده. كل سمكة خدتها كده خطين من على كل جنب. وهبتدي بقى كده امسك بقى الخلطة دي بايدي كده بقى، ادعكها من جوه ومن بره بالخلطة، واحاول برضو ادخل الخلطة في قلب الخطوط اللي انا عاملاها بالسكينة دي كده اللي هي بره، واحط برضو حبة كده من جوه وادعكها كده في السمكة كلها ماشي، عشان تاخد الطعم كله من بره ومن جوه كده. انا خلصت ال5 سمكات كده بالشكل ده ما شاء الله. طبعا انا بقيت هنا شوية وهقول لكم احنا هنعمل بيهم ايه. ماشي، معايا بقى هنا طبق الخضار الحلو اللي انتوا شايفينه ده. معايا فلفل احمر الوان واخضر واصفر، ومعايا طماطم وبصلايه وجزر، وكمان قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر. ماشي، هحطهم كده في طبق مع بعض. كل الخلطة الحلوة الخضار الجميل اللي انتوا شايفينه ده كان طعمه تحفة والله، يعني فعلا الطعم كان فوق الروعة. وهننزل بقى عليهم الشوية اللي انا كنت ركناهم، الدقة اللي انا كنت ركناها بتاعت السمك، وهنزل عليهم معلقتين من الصلصة الحمراء، ودي طبعا معلقة كمان من هريسة الشطة، ودي احنا كنا عاملينها مع بعض. وهنزل عليهم حبة من الخل، وليمونة كده او ليمونة ونص كده بس يكونوا كبار كده. وهنزل بقى عليهم البهارات اللي هي برضو بهارات سمك وكزبرة وكمون بالشكل ده كده. وطبعا هحط الملح واظبطه، وهحط كمان كده حبة زيت صغيرين، وهمسكهم بقى ادعكهم كده كلهم في قلب بعض، اخليهم يتجانسوا كده وكله يشرب من بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونضغط عليهم كده وندعكهم قوي عشان نسيبهم بقى شوية، نركنهم كده شوية وكل العصارة اللي في الخضار دي تنزل. ماشي كده، جبت بقى صينية وهبتدي كده انزل فيها نص الكمية اللي انا كنت عاملاها من الخضار بالشكل ده كده، واحاول افردها كده على الصينية، وابتدي بقى ارص السمك كده جنب بعضه، واحدة كده جنب اختها. ماشي، وهبتدي بقى انزل النص التاني من الخضار بالشكل ده كده. نحاول بس نفرده كده يمين وشمال ونظبطه عشان شكل الصينية يبقى كويس. وهجيب بقى كده ليمونة كبيرة واعملها شرايح كده واحطها برضو على الوش، طبعا هتديني برضو شكل حلو قوي، مع رشة صغننة كده من الزيت. طبعا كده هندخلها الفرن، احطها طبعا في ارضية الفرن على درجة حرارة 200 او اكتر كمان لو الفرن عندكم بطيء. هتاخد معايا من تلت ساعة لنص ساعة بالظبط. وبعد كده هديها وش كده وهتطلع معانا زي ما انتوا شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله، والله فعلا كانت جميلة جدا، والسمكة كده دايبة وجميلة جميلة جميلة. والخضار بقى اللي عليها ده كان طعمه حلو قوي.
وجنب شوية الرز الاحمر، يعني مش محتاجين اساسا سلطة خضراء يعني. بالشكل ده كده كانت جميلة فعلا. يا رب ان شاء الله كده باذن الله الوصفة تعجبكم يا رب، وتدونا عليها لايكات كتير، تدونا كمان دعوة. شايفين بقى الطبق الحلو العسل ده؟ يعني شوفوا بقى السمكية دايبة ازاي، يعني ما بضغطش عليها، يعني يا دوب بس كده بمشي المعلقة عليها، ما شاء الله بتطلع معايا دايبة، والطعم كان خطير ما شاء الله. يا ريت بقى اللي بيشوفنا لأول مرة يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان كل الإشعارات الجديدة بإذن الله تنزله. اوعوا تنسونا في دعوة، اوعوا تنسوا اللايك، ده أهم حاجة. السلام عليكم.